السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هحكي معاكم قصة سيدنا صالح عليه السلام، ويا رب القصة بتاعت النهاردة تعجبكم، ويلا بينا نحكيها مع بعض. كان سيدنا صالح عليه السلام واحدا من أنبياء الله الذين بعثهم لهداية الناس ودعوتهم لعبادته سبحانه وتعالى. الجملة بتقول ان سيدنا صالح عليه السلام كان واحد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، الذي بعثهم الله لهداية الناس. يعني الأنبياء دول بعثهم الله علشان يهدوا الناس ودعوتهم لعبادته سبحانه وتعالى، وعلشان يعبدوا الله الواحد الأحد. وكانت ثمود قبيلة تعبد الأصنام. كان في قبيلة اسمهم ثمود دول كانت قبيلة كانت بتعبد الأصنام. فجاءهم صالح بدعوة كل نبي إلى قومه. أنزل بقى الله سيدنا صالح عليه السلام إلى قومه ثمود. فهو قال لهم ان هم يتركوا عبادة الاصنام ويعبدوا الله الواحد الاحد، لكنهم لم يصدقوه، بل سخروا منه وطلبوا منه معجزة. لما هو قال لهم كده هم ما صدقوهوش، كذبوه، سخروا منه وطلبوا منه معجزة. قالوا له لو انت فعلا رسول من عند الله، لو انت فعلا رسول من عند الله، اعمل لنا معجزة علشان نصدقك، حتى يصدقوه علشان يصدقوه. في الوقت ده بقى وقد أعطى الله صالحا المعجزة. ادى بقى الله في الوقت دوت لصالح المعجزة الدالة على نبوتي. كانت هذه المعجزة ناقة من عند الله عظيمة. كانت ناقة من عند الله، كانت عظيمة، خلقها الله لهم، ربنا والله خلقها لهم. كانت تدر لبن يكفي لشرب الناس جميعا. كانت بتنزل لبن كتير لدرجة ان هي يعني تكفي لشرب جميع الناس جميعا، يعني الناس كلها ممكن تشرب منها، ما تخلصش خالص، بتفضل تنزل لبن كتير كتير. كانت معجزة، طبعا كانت معجزة، ولذلك قال الله سبحانه عنها، ربنا قال عنها بقى ان هي اسمها ناقة الله. وأمرهم ألا يمسوها بأذى حتى لا ينالهم العذاب. قال لقوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، قال لهم لا، أمرهم ألا يمسوها بأذى. يعني ايه ألا يمسوها بأذى؟ يعني ان هم ما يأذوهاش حتى لا ينالهم العذاب، علشان ما يكونش ليهم عذاب، ان هم يتعذبوا. عاشت الناقة بين الناس. الناقة عاشت بين الناس. كانت دهشتهم كبيرة، يعني كانت يعني كانوا مندهشين جدا، علشان هي كانت بتدر لبن يكفي لشرب الناس جميعا، يعني كانت بتنزل لبن كتير كتير كتير. تمام، لانها كانت وكمان علشان يعني هي كانت بتتهجم عشان هي بتنزل لبن كتير، وكمان عشان حاجة تانية، لأنها كانت إذا جاءت لتشرب ابتعدت الحيوانات الأخرى، وإذا نمت في مكان تركته الحيوانات كلها. يعني ايه؟ يعني لما كانت بتيجي تشرب في مكان أو تاكل بتبعد عنها الحيوانات، ولما كانت بتنام في مكان تتركها الحيوانات كانت بتسيبها في المكان ده، ما كانتش بتقعد معاه في المكان ده. آمن قليلا من الناس بدعوة صالح عليه السلام. في بقى ناس أمنت، وظل الباقون على كفرهم. يعني في ناس أمنت بسيدنا صالح عليه السلام، وفي ناس ما أمنتش، وظل ما أمنوش بقى ظل الباقون على كفرهم. اللي هم ما أمنوش ظلوا على كفرهم، ولم يكتفوا بذلك، بل أرادوا قتل الناقة. في الوقت ده بقى أرادوا إن هم يقتلوا الناقة ديت، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم ان هما ما يأذوهاش حتى لا تظل هذه الآية شاهدا على كفرهم وعنادهم. الآية اللي هي المعجزة. اتفق الكفار على قتل الناقة. اتفقوا بقى ان هما يقتلوا الناقة دي. ووسط ظلام الليل خرج عدد من الكفار. بالليل بقى خرج عدد من الكفار حيث كانت الناقة تنام. يعني كانت الناقة نايمة بالليل، فهم خرج عدد من الكفار بالليل، ضربوها بالسيوف بتاعتهم، سالت دماءها، يعني نزل دماءها. نظرت إليهم نظرة غضب ثم ماتت. يعني نزل الدم بتاعها، قعد ينزل، وبعديها بصت لهم بنظرة غضب، ان هي يعني غضبانة منهم، زعلانة منهم ان هم عملوا كده، وبعديها ثم ماتت. غضب صالح عليه السلام. صالح غضب بقى انه زعل ان هم عملوا كده. فقال له قومه ادعوا ربك ان يعذبنا ان كنت صادقا. قالوا له يعني قل لربك بقى ان هو يعذبنا ان كنت صادقا، لو انت كنت صادق.
فقال لهم قال تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يعني ايه؟ صدق العظيم. يعني ايه؟ يعني قال لهم ان تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني اقعدوا داركم يعني بلادكم، يعني اقعدوا في بلادكم 3 أيام بس، وذلك وعد غير مكذوب، وده وعد انا مش هكذب فيه. جمع سيدنا صالح عليه السلام المؤمنون به، في ناس امنت وفي ناس امنتش. اللي امنوا بيه جمعهم بقى وتركوا هذا المكان، تركوا بقى المكان ده وذهبوا لمكان اخر يعبدون الله فيه، راحوا بقى مكان تاني عشان يعبدوا الله فيه. مضت 3 أيام، بعد 3 أيام بقى والكفار يسخرون من صالح عليه السلام، وبرضه بيسخروا من صالح عليه السلام. وفي فجر اليوم الرابع، في اليوم الرابع بقى أرسل الله عليهم صيحة جبارة. يعني إيه صيحة جبارة؟ يعني في اليوم الرابع مش هو قال لهم يعني اقعدوا في داركم 3 أيام بس، في اليوم الرابع بقى أرسل عليهم بقى، يا ترى إيه؟ أرسل عليهم صوت جامد جدا 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 أعلى مما نتخيل، فانهارت البيوت، يعني وقعت البيوت، وانهارت القرية والبلدة كلها، يعني وقعت القرية وقعت البيوت وقعت كل حاجة. ووقع عليهم الجبل وقع عليهم الجبل، يعني الجبل وقع عليهم، وصعقوا جميعا صاعقة واحدة. يعني إيه؟ ماتوا كلهم في نفس الوقت، ماتوا كلهم. وهذا هو جزاء الكافرين، وده جزاء الكافرين اللي هم الكفار. وبس يا اصحابي، وده كان الفيديو بتاع النهارده، ولو عجبكم متنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتضغطوا على علامه الجرس، وكمان تشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد، وعشان المره الجايه اصور لكم فيديو عن قصه برضو. مع السلامه.